بداية أود أن أؤكد بأن الحكومة عازمة على الاستمرار في كل مشاريعها الاستثمارية في كافة القطاعات بدون استثناء ويتأكد ذلك من خلال العدد من الصفقات التي أعلن عنها والعدد من المشاريع التي انطلقت والعدد من المشاريع التي ستنطلق بعد حين، والتي تعرف تدشينات مهمة تهم بنية التحتية ذات طابع اجتماعي كالطرق وكالكهرباء وكالماء في العالم القروي وكالتعليم وكالصحة، ولكن أيضا تهم مشاريع مهيكلة كالموانئ والطرق السيارة والسكك الحديدية واللوجستيك والمطارات إلى غير ذلك من المشاريع. ولذلك أريد من خلالكم أن أطمئن الرأي العام ورجال الأعمال ونساء الأعمال على أن بلدنا عازم الحمد لله على الاستمرار في هذا المجال، ولا يمكن أن يؤثر وقف 15 مليار على أكثر من 160 مليار درهم اللي هي مقررة للاستثمارات. يكفي أن أشير بأن هذا 15 مليار لن تمس المؤسسات العمومية، وأنتم تعلمون أن المؤسسات العمومية هي أكبر مستثمر. ما كنتكلموا الآن على الاستثمار في مجال القطاع العمومي، وإلا فالقطاع الخاص فهو يستثمر أضعاف مضاعفة. مثلا في قطاع التجهيز والنقل، يعني حجم الاستثمار الإجمالي السنوي يصل إلى 28 مليار ديال الدرهم، فيها حوالي 22 مليار ديال الدرهم من المؤسسات العمومية، هذه لم يمس منها ولا شعرة ولا سنتي، بمعنى السكك الحديدية، المطارات، الموانئ، اللوجستيك، النقل واللوجستيك، طرق السيارة إلى غير ذلك، كلها ستستمر في برامجها كما كان مقررا، وبل أكثر من ذلك. نحن بصدد، لأن بعض البرامج ستنتهي في 2015، نحن بصدد إعداد برامج طويلة المدى إلى 2030-2040 في مجال السكك الحديدية، في مجال طرق السيارة، في مجال اللوجستيك. وقدمنا قبل شهور أمام جلالة الملك السياسة المينائية في 2030 اللي فيها موانئ كبيرة وجديدة، ثم أيضا هناك مشاريع في هذا الاتجاه. يجب أن أؤكد بأنه السنة الماضية اتخذنا قرارا، وكان قرارا انطلاقا من وعينا بأهمية دعم المقاولة الوطنية، ما هو تطبيق ما يسمى بالأفضلية الوطنية. الأفضلية الوطنية منصوص عليه في مرسوم ديال الصفقات، والذي يتعلق بأنه تمنح الأفضلية للمقاولة الوطنية حين يكون هناك التساوي بينها وبين مقاولات أجنبية، وحتى لو تعلقنا أن الثمن الذي تقدمه المقاولة الوطنية أكثر من المقاولة الأجنبية ب15%، بمعنى هذه كلفة زائدة على ميزانية الدولة، ولكنه دعم للشركات الوطنية، وكانت نتائج أعلنا عنها. ولذلك تم الاتخاذ أن المرسوم الجديد الذي صادقت عليه الحكومة ستعمم الأفضلية الوطنية على كافة القطاعات، بمعنى ستكون عامة 150 و160 مليار ديال الدرهم اللي هي استثمارات ديال الصفقات العمومية.